بالغربة عن لبنان تكتر قدامك صور المدن الكبيرة، الطرقات الواسعة، الطبيعة الخضراء الحلوة، نظام وقوانين تعودنا ببلادنا يكونوا حبر على ورق. ولكن بين كل هالصور بتطل عليك بيروت حتى تقلك أنا الأجمل، بتلبس بشري عباية بيضة وبتعزمك على مشوار حنين مع جبران. عزمن كانت الكلمة صلاة، وكانت الغربة رابطة قلمية بتهز الدنيا بكتاب، وكان بوقتها الكتاب أكتر من ورق، كان النبي. أما قانا فبتطل بغربتك حتى تقلك بعتني هون، برغم كل شي بعدني عم بحتفل بعرس صار مش من زمان، بس من شي 2000 سنة. وشو الزمن بعين الله غير لمحة بصر. وبتطمنك ما تعتل هم إذا تأخرت عن العرس، في خمر كتير عتيق وطيب وما بيخلص ولو شربوا منه كل معازيم الأرض. لبنان بالغربة بتكتشف وجهه الحقيقي، يمكن لأنك بتصير تفتش عليه أكتر، بتصير الغنية القديمة تعني لك، وبتصير فيروز رفيقتك عاملة شغلتها وعملتها تخبرك عن لبنان الحقيقي يلي جاي. وخلفها زكي نصيف بكبرته الحلوة من وقت لوقت يقطشها حتى يقلها مش بس جاي، كمان راجع يتعمر وراجع متحلي وأخضر أكتر مكان. فنجان القهوة بتصير عقشوة وجه تقشع وجه أمك، وعريشة العنب يلي كانت فوقك ومنك منتبه لها بتصير وعلى بعد قارة عم تحميك من شمس غربتك. أقولكن ليش لبنان بالغربة أحلى؟ ما صار الوقت يرجع مطرح ما الله خلقه أحلى. المغتربين تعبوا يشوفوا لبنان من بعيد، والمقيمين تعبوا يشوفوا لبنان من قريب. وبين بعد وقرب وحده الحنين بيختصر المسافات، ولأنه بيحترم خصوصية البعيد والقريب فهو ما بيسأل أسئلة ولا بيعطي أجوبة، هو بس بكب الصور.